صباح الورد وصباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة وصباح الخير والجمال والشياكة والأناقة والطيبة والأخلاق الحلوة. صباحكم نور على نور، صباح الرضا على مصر أم الدنيا، وصباح كل حاجة حلوة على كل برنسسات مصر أم الدنيا وعلى كل برنسسات الوطن العربي كله. عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ هنعمل حاجة بسيطة جدا 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 جدا. يلا بينا نجيب حاجتنا. ادي الزبدة وادي المشروم ونحضر حاجتنا مع بعض. يلا يا قمر، يلا ولع النار اهي. ولعتها اهو، ولعت النار. اول حاجة هنعمل شوربة مشروم. الحلة الغلبانة بتاعتنا معانا مفيهاش فن بقى ولا فيها صعوبة، موضوع بسيط جدا وانا هعمل لك حاجة بسيطة. يلا بينا. عندنا هنا معلقة بصل، وعندنا معلقة دقيق. حاجتي قدامي اهي، وادي الزبدة بتاعتي. خلاص يلا بينا. هناخد قطعة من الزبدة ونحطها كده، مش عايزين الزبدة تاني على الأقل دلوقتي. وناخد الزبدة نسيحها على النار. خليكم معايا عشان اوريكم احلى شوربه في الدنيا. بجد يا ماما، بجد يا روح ماما، يعني تشبعني بالليل، تشبعي. ممكن تقللي نسبه الزبده لكن ما تخافيش، لما هتاكلي هتحسي بالشبع. هنيجي اول حاجه نعملها، هنزل بمعلقه بصل اهي ونقلب مع بعض. البصل قدامي اهو. عندي مشروم، في مشروم ابيض، في مشروم بني. ده المشروم البني عادي، ما تفرقش. المشروم ابيض، المشروم بني، ما تفرقش معاكي. لكن هي بالذات شوربة المشروم بيبقى لونها غامق شوية بالمشروم البني. طب ما عنديش مشروم بني يا ماما، ما عندكيش يا حبيبتي؟ هتحطي شعرة من الديمي جلاس يديكي اللون البني. فهمتيني؟ البصل على النار، مش عايزة اغمقه. هنزل على طول بالمشروم بتاعي على طول زي ما هو. ممكن زي ما هو عادي يا ماما، عادي يا قلب ماما. اهو ادي المشروم. يلا بينا اهو. هنشوح المشروم دلوقتي مع بعض. ونقلبه مع البصلايه، وعلى طول هنحط عليه شويه من الفلفل الاسود وبس. حاليا بس، بعد كده هندوق ونشوف. يلا بنشوح المشروم بتاعنا مع البصل. خليكي معايا، اعمل لك شوربه تجنن، حكايه طعمها خطير، فوايدها عاليه جدا. لا تقولي لي بقى لحمه ولا كاني ولا، بصي عشوه فوق النمره واحد. وادي المشروم بتاعنا ابتدى يتشوح مع البصله. طيب عندنا معلقه دقيق هنحطها. هنحطها ونقلب برضو الزبده مع البصل مع المشروم، ونسيبهم يتشوحوا مع بعض. معايا يا بنات؟ معايا صح؟ مش هحط الملح دلوقتي لحد ما ادوقها كمان شويه طعمها ايه. بعدين احط الملح بتاعي كده.
الدقيق دخل مع المشروم وتشوح معاه وشميتي ريحته. يعني كفايه يا ماما، كفايه. في اسهل من كده؟ في اسهل من كده؟ شوربه المشروم اهي، واتغلفت بالبصل والدقيق. طب هنعمل ايه يا ماما؟ ما انا هقولك. اول حاجه هعملها، عندي كوبايه شوربه اهي، واقلب معلقه الدقيق مع الشوربه واوريكي شكلها مع الشوربه، واقلبها كويس. الشوربه ساقعه عادي ما فيهاش اي فن اهي. عليها ايه؟ عندي كوبايه من الحليب اللي هو ايه؟ الحليب احنا عندنا في مصر او في اللبن، لكن لو قلت لبن هيفتكروه زبادي، فاحنا عندنا حليب اهو. الحليب قلبي بقى، قلبي كله مع بعض. قلبتي؟ قلبتي الشوربه مع الفلفل الاسود مع البصل مع كل الحاجات والخلطه اللي احنا حطيناها. ايوه. طب وبعدين هقولك، الدقيق لسه محطوط من شويه وتشوح، بس هنشتغل دلوقتي على طول في الخلاط. ولما تضربيها ما تضربيهاش قوي، عشان وانتي بتشربي تلاقي فيها حتت من المشروم. ماشي؟ وخلي الحلة زي ما هي. ضربنا المشروم بالشوربة بالحليب بالملح، هندوقه دلوقتي. حطينا شوية فلفل اسود وحطينا مع عليها بصل وزبدة ودقيق. يلا بينا، يلا نرجعها تاني. والمشروم باين. ونولع النار تاني واوريكي بقى ايه اللي هيحصل. ودلوقتي هندوق الملح معايا. هندوق الملح دلوقتي لانها هتتقل معايا شويه. ملح. الموضوع بسيط جدا جدا جدا، لكن روعة جدا 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 جدا. بتبقى حلوة يا ماما دي في رمضان جدا، مش عايزة اقول لكم بتكون طعمها حلو ازاي. وممكن تتعشي منها، ممكن تتسحري منها لما يتبقى من عندك. يعني انا اتعشى كده شوربة مشروم غذا خفيفة حلوة طعمها يجنن. هاخد غلوة واحدة، خليكي معايا عشان ما بيطولش الفيديو، لان دي موضوع بسيط. لان احنا عايزين نعمل شوربة بطاطس، عايزين نعمل شوربة بصل، عايزين نعمل شوربة طماطم، عايزين نعمل شوربة لسان عصفور، شوربة شعرية، شوربة فريك، شوربات الدنيا، عدس، كل انواع الشوربات احنا بنحتاجها خصوصا في رمضان. لان السنة دي مفيش عصير كتير، مفيش كمان سلطة كتير، الدنيا ساقعة، عايزين حاجة تدفي معدتنا. هي ابتدت تغلي وتقيلة وباينة جدا. انا كده بالنسبة لي الشوربة خلصت، غليت وخلصت. طب هنعمل ايه؟ الشوربة دي بتتقدم كده. هناخد برضو حتة من الزبدة، مش هحط عليها نقطة زيت
هنستعمل الزبدة من غير زيت حبيبة قلبي، وتسلمي لي يا رب. وهستعمل على طول علشان لو قدحت لازم احط زيت، وانا مش عايزة احط زيت. عندي واحدة توست، ممكن نعملها 2 كده ونحطهم، واصبري شوية ونبص كده على اللون دقايق، ونبص كده على اللون برضو دقايق. خلي بالك التوست ما عنديش توست يا ماما، طرنشات عيش فينو تعمليها بنفس الطريقة، هتقدميها مع الشوربة وتتعشي بألف هنا وشفا. هنا هنبتدي نحط قطعة صغيرة من التوم، ما تكتريش عشان الدنيا بالليل، فهمتي؟ ما تكتريش علشان الدنيا بالليل. هناخد الحتة دي، ناخد حتة منها هنا على العيش، والحتة التانية هنا على العيش، ونطفي النار وكده اكلتنا خلصت. هنا اخد واحدة من التوست المعمولة بالزبدة والثوم، ونيجي نغرف الشوربة بتاعتنا. وعلى طول ونيجي نوضب طبقنا. فاهمين يا بنات ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا ماما بجد؟ طيب وبكده اكون عملتلك اجمل شوربة تاكليها وانتي مبسوطة، تاكليها وانتي سعيدة، تاكليها وانتي فريش. الطعم بقى ما اقولكيش، الغذاء بقى ما اقولكيش، ده حلو وده حلو، تحفة تحفة جدا جدا جدا. شوية سماء في الطبق، وبكده اشرب معاكم الشوربة. للشياكة عنوانه ايه؟ عنوانه بسيط. انا ساكنة فين؟ انا ساكنة مثلا على النيل، عنوان بسيط. انا ساكنة في المنصورة، عنوان بسيط. يعني نجيلك فين؟ على طول عندك العنوان سهل. طب عنوان الشياكة في الاكل، عنوان الاناقة في الاكل، هو عنوانك انتي اللي بتقدمي، انتي اللي بتسرفسي، انتي المديرة، انتي النظيفة، انتي الشاطرة، انتي المدبرة، انتي كل حاجة. يلا بينا ناكل الوجبة التقيلة الحلوة. الكريمة مش هقدر اقاوم، خلي بالكم. الكريمة والشوربة والحليب والزبدة والبصل، الطعم خرافة. حلوة قوي يا ماما، انا عارفة
انا عارفة ان حلوة قوي 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 يا ماما. انا ممكن في رمضان افطر كده والساعة 9 8:30 9 ممكن اكل حاجة تانية. الزبدة بالثوم تجنن. ممكن تحطي لو انت عايزة حتة جبنة شيدر او حتة جبنة موزاريلا.